ازيكم شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. المره اللي فاتت كنا بنتكلم على merging props وعرفنا ازاي ان احنا نعمل حاجه زي مثلا load more او infinite scroll. النهارده ان شاء الله هنتكلم على البولينج. طيب تخيل معايا كده انك مثلا عندك داشبورد، والداشبورد دي فيها احصائيات كتير. تمام. الاحصائيات دي كل شويه بتتحدث، فالمفروض ان انت مثلا تحدثها كل 10 ثواني، كل 20 ثانية او كل 5 ثواني على حسب نوع الاحصائيات واهميتها بالنسبة للمستخدم. تمام. او عندك مثلا جزئية فيها notifications، والنوتيفيكيشنز دي انت عاوز تحدثها مثلا كل 5 ثواني عشان يبان ان هو التغيير في الوقت اللحظي او real time style. تمام. فالكلام ده انت ممكن تعمله عن طريق ايه؟ طبعا كلنا مجتمعين على اساس ان هو يكون الأحسن إن هو يتعامل بالويب سوكيت عن طريق مثلا ريفرب. ولكن تخيل معايا كده مثلا إنك مش عاوز تستخدم الويب سوكيت انفرا، شايف إن هو يعني ده جهد زياد عليك، أو مثلا هيكلفك زيادة مثلا لو أنت على شيرد هوستنج أو حاجة زي كده. محتاج حل بسيط لجزئية واحدة بس عندك في السيستم. يعني مثلا الداشبورد كلها شغالة بعادي ريكوستات عادية، وانا مثلا الاحصائيات انت عاوز تشغلها كريل تايم، فاكيد مش هتروح على في بي اس عشان تشغل الويب سوكيت او انك تعمل السيت اب اصلا بتاع البرودكاستنج والحاجات دي كلها. الموضوع مرهق شوية. عاوز تستخدم البولينج في حل المشكلة دي. هنا without polling بيقول لك هنا البروبلم هي ايه. لو انت عندك نوتيفيكيشن، فانت النوتيفيكيشن بتلود مره واحده بس اول ما انت تعمل لها لودنج. تمام. ولكن مش هينفع ان هي تتغير الا لما تعمل ريفرش بشكل مانوال. الحل انك تعمل ريفرش للصفحه عندك كل عدد معين من الثواني، ولكن ما تخليش اليوزر هو اللي يعمل ريفرش. انت هنا بتعملها بشكل بروجراماتيكلي، يعني انت فاير ريفرش ده كل شويه من الكود ذات نفسه. فدي الفكره اصلا، ان انت بتعمل كل شويه ريفرش للصفحه، او بتعمل ريلود للداتا مره تانية وبتعملها مثلا مانجنج للبروبس. فتعال نشوف مثلا المثال اللي هو خاص بالنوتيفيكيشن بولينج عشان نقدر ان احنا نخلي النوتيفيكيشن تيجي وكأنها بتظهر في الريل تايم. طيب انا كده عاوز افتح التيرمينال، وانا هحط كوماند هيكون اسمه php artisan make model notification model، وبعد كده هعمل عليه migration، وهنا resources، وهنا factory with header. اوكي. هنا في فولدر اب هنزل كده على المودلز، هنزل كده على notification.php، وهنا هقول له انا عاوز ان انا اعمل الفيلبل بتاعتي، وان هي هتكون title ومسج وis read وuser id. اوكي. طبعا احنا ممكن نعمل لها relationship، ولكن مش محتاجين دلوقتي ان احنا نعمل relationship، انا بس اعملها عشان المستقبل. هنروح بقى على database migrations، هنروح على notification، هنقول له هنا عاوزين التيبل يكون فيه string، التيبل text message، وهنا هيكون is read is boolean والديفولت بتاعه false، وهنا برضه هيكون عندي foreign id. نقفل بس بتاع دي شوية، وطبعا cascade on delete. بعد كده نروح على الفاكتوريز، وهنا في الفاكتوري احنا عاوزين نحط title، والتايتل ده هيكون في فيكر لسنتنس، ومسج هنا هيكون فيكر للباراجراف، و is false is read هتكون by default false. بس هنا ممكن نخليها مثلا this figure تكون boolean، وانا user id طبعا هيكون واحد، ان هو already ما عنديش غير id واحد. وهنا في السيدرز نروح كده على السيدر. احنا هنا في السيدر عاوزين ان احنا نجيب real data من الداتابيز. فاحنا دلوقتي عندنا مثلا post title عاوزين نجيبه، وعاوزين نعمل truncate للبوست body، وعاوزين ان احنا نعمل random is polling، واليوزر اي دي هيكون للبوست اونر. فكده هنقول له ايه، البوست equal post all. معنى كده ان احنا عاوزين نستخدم الموديل اللي هو خاص بالبوستس. بعد كده هنا هنقول له for each عاوزين البوست as a post.
بحيث ان هو يكون عندنا one item من البوست كل مرة. وهنا جوه النوتيفيكيشن عاوزين بقى نستدعي النوتيفيكيشن موديل، نستدعي برضو الفاكتوري. تمام، بعد كده نقول له create. جوه create هنا هيكون في array اللي بتاخد الاتريبيوتس الخاصة بالفيلبلز. فهنا هيكون التايتل هو البوست تايتل اللي هو موجود عندنا، وهنا المسج هتكون المسج او البوست دوت بادي. ولكن هنا المفروض ان انا اعملها ترانكت، فهقول هنا عاوز استدعي حاجة اسمها str اللي هو هيكون use eliminate support str string class خاص بلارافيل. وهنا هقوله ان انا عاوز اعمل limit. تمام، الليميت هنا بتاخد عندي 3 بارامترز. اول بارامتر هتكون الفاليو اللي هو هيكون البوست بادي. تاني بارامتر اللي هو هيكون الليميت اللي هو مثلا هيكون عدد الاحرف بتاعك قد ايه، وهيكون مثلا بالنسبه لي 30 حرف. والاند بتاعتي اللي انا مثلا هحط ايه العلامه اللي هقول له مثلا بيها اللي هو ده المفروض ينتهي بيه، فاهمني؟ فمثلا هيكون البادي و 30 كاركتر، وبعد كده هينتهي بالعلامه دي بحيث ان هو ايه يعرف اليوزر ان هو فيه لسه كلام هناك ممكن تروح تشوفه. وطبعا هنا is read، فهخليها هنا boolean random ما بين الزيرو والواحد. وهنا طبعا هيكون user id user id post user id. طيب نفتح كده التيرمينال. بعد كده هنا نقول له php artisan migrate. وطبعا بما اننا عندنا سيدر اللي هو اسمه notification seeder، فاحنا ممكن نعمل 30 notification دلوقتي باللي احنا نقول له ايه عاوزين نعمل php artisan database seed. بعد كده نقول له dash dash class notification seeder اللي هو اسم الكلاس already. بعد كده نعمل enter. تمام، لو انت دلوقتي دخلت على database هتروح على notifications هتلاقي فيها مجموعة كتير جدا من notifications زي مثلا 40 notification. ده كويس. طبعا SVID هتلاقي ان هو في منها random هنا 0 أو 1. هنروح بقى على الكنترولر، هنستخدم الاندكس بس دلوقتي. عاوزين جوه الاندكس نستخدم ايه؟ نستخدم الريكوست، بحيث ان احنا هنعمل حاجة كده زي الباجينيشن ولكن مش باجينيشن قوي يعني. احنا عاوزين كل ما نعمل بول يبدأ ان هو يجيب النوتيفيكيشن الاولى، بعد كده نجيب النوتيفيكيشن التانية وهكذا. كل عملية بولينج يبدأ ان هو يجيب النوتيفيكيشن لغاية 40 نوتيفيكيشن. يعني كأنه هو بيعمل ايه، وكأنه بيعمل عملية لوب، بس هو اللوب دي مش شغالة في الكلاينت سايد او في الباك اند، دي شغالة عن طريق البول. تمام، فهو احنا هنا بنعمل سيميليت لو هو كل شوية بيجيله ايه، بيجيله نوتيفيكيشنز. تمام، فهنعمل new notifications مثلا variable equal request، وهيكون عندي attribute اصلا اسمه new notification. وهنا هقول له لو مش موجود يبقى بيساوي 1. تمام، عشان يجيب لي اول notification من database. بعد كده هنا هقول له ايه return inertia render. طبعا هبعت له notification index. وهنا هيكون عندي notifications as a props، وهنا هيكون notification بس order by created at. لما اعمل order by يعني انا كده برتبهم على حسب تاريخ create بتاعتهم. وهنا هيكون AC مش descending. وهنا التيك يعني جيب لي عدد النوتيفيكيشنز اللي هو مكتوب هنا، اللي هو مكتوب في الريكوست بتاعي. فانا مثلا لو كان النوتيفيكيشن بتاعي الاول كان بواحد، فطبعا هيجيب لي 1 نوتيفيكيشن. طب لو هنا النوتيفيكيشن بتاعتي هتكون 2، فهيجيب لي 2 نوتيفيكيشن وهكذا. نعمل سيف. بعد كده هنا بقى نروح على الفيو كومبوننت.
احنا في ال view component عندنا طريقتين من اننا نعمل بيها البولينج. عندنا المانوال بولينج او الاولد واي، واللي هي عن طريق ان انت تستخدم راوتر دوت ريلود. ولكن عندنا طريقة برضو اللي هي موجودة في inertial documentation، واللي هو use poll helper. تمام. فخلينا في الاول كده نروح نعمل اصلا الكومبوننت. هناخد كده notification slash index، وبعد كده نروح على الريسورسز جي اس. بعد كده هنا في البيج نبدأ احنا نعمل نيو فايل ونقول له هنا دوت فيو. فبالتالي هو هيعمل لنا index دوت فيو تلقائي. هبدأ انا بس اخد التمبلت ده، وبعد كده فوق خالص هقول له انا عاوز اعمل سكريبت سيت اب. وبعد كده هقفل السكريبت. هنا هقول له انا عاوز اعمل import ل router، وكمان use page طبعا من inertia view. بعد كده هبدأ ان انا استخدم reference و on mounted وكمان computed. طيب في الاول خالص انا لازم اجيب notifications اللي هي اصلا جايه منين، جايه من props، صح؟ فانا هقول له هنا const notification ان هي هتكون جايه من props. هقول هنا computed للuse page props value طبعا مش موجوده. بعد كده هنا اقول له notifications. بعد كده هبدأ ان انا اقول له ان انا عندي حاجة اسمها other notifications، واللي هي هتكون بيساوي 1 في الاول. بعد كده هي دي اللي هتبدأ ان هي تشتغل 1 بلس بلس، هتبقى 2، تبقى 3 وهكذا. تمام. فممكن اقول له هنا other notification او مثلا notification counter، حاجة زي كده. خلينا نسميها notification counter const notifications counter، وده هيكون بواحد في الاول خالص. بعد كده بقى انا عاوز اول ما الكومبوننت عندي يحصل لها فايرنج، فانا عاوز اشغل السيت انترفال عشان يبدا اللي هو يعمل ريلود كل مثلا عدد معين من ثواني. وانا هنا كنت حاططها في المثال بتاعي 10 ثواني، ولكن هنجرب اكتر من عدد يعني. هقول له هنا on mounted، هقول له هنا ان notification counter value plus plus، وهنا هنعمل ريلود راوتر ريلود للداتا بتاعتي. وهنا هستخدم ان انا عاوز بس النوتيفيكيشن هي اللي تجيلي. تمام. بعد كده هنا هقول له ايه، انا عاوز اعمل داتا equal counter notification counter dot value، وهنا مثلا هيكون 5 ثواني. كل 5 ثواني هيبقى يروح يطلب داتا تانية اسمها notification ويبعت له الفاليو هو اصلا بيستقبلها هنا، اللي هو هتكون notifications new notifications. اوكي. وانا بدل كلمة counter هسميها new notifications. هنا مش بيعمل اي حاجة غير ان هو بيعمل for loop على notification، وهنا بيجيب notification ID و notification title. تمام. نعمل save. بعد كده هنا نشغل التيرمينال عشان عاوزين نشوف النتيجة قدام مننا. نقول له هنا ايه php artisan serve، وهنا هنقول له npm run dev. هنا لو رحنا عملنا slash notifications، سوري احنا ما ضفناش اصلا الراوتر، فاحنا لازم نروح على roots web.php، وهنا هنقول له عاوزين نضيف الراوتر، وهو هيكون slash notifications. بعد كده هيكون notification controller. اعمل save. بعد كده هنا اقول له slash notifications. هلاقي عندي اول حاجة اول notifications. بعد كده زي ما انتم شايفين كل 5 ثواني بيجيني notification تانية. طبعا لو رحت كده على النتورك هلاقي اللي هو بيعمل request كل 5 ثواني بالنوتيفيكيشن اللي هو عاوزها او بعدد النوتيفيكيشن اللي هو عاوزها. فزي ما انتم شايفين كده كل شوية عمال يعمل نوتيفيكيشنز. هنا مثلا 8 نوتيفيكيشن، وهنا وصل فعلا لي رقم 8 9، وهنا وصل لرقم 9. طبعا المرة الجاية بقى هنتكلم عن ازاي احنا نستخدم اليوز بول هيلبر الرسمية الموجودة في inertial documentation.